عوافي عليكم. كان عندي بواقي فراخ مشوية، قلت اعمل جنبها ايه، ناكل جنبها ايه. رحت عاملة البطاطس التحفة اللي انتوا شايفينها دي. عملت كروكي بطاطس صوابع، وعملت بطاطس مقرمشة وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. هتدوقوها هتعجبكم جدا، وهتعجب ولادكم قوي قوي كمان. وسهلة جدا ومش هتاخد مننا وقت، وهي جنب اي اكلة او بواقي لحوم فراخ اي حاجة عندنا هتسد، وهيبقى يومكم جميل ان شاء الله. تعالوا نشوف جبنا ايه. انا جبت 3 بطاطسيات ورحت مقطعهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، ورحت سلقاهم في مية سخنة. قطع البطاطس زي ما انت عايزة، المهم انها تستوي معاكي كويس جدا علشان تبقى سهل وانت بتهرسيها. هنحطها على النار ونهرسها بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، وهننزل عليها بالمكونات بتاعتنا. مكونات اللي انت بتحبيها، في كمان بودر جبنة او جبن مشكلة بأطعم مختلفة. لو انت عايزة الفلفل وكمون وبهارات بتاعنا زي ما انت عايزة. المهم الطعم اللي بيحبوه ولادك حطيه عليه. جبت البطاطس بتاعتي ورحت حطاها في المصفى بتاعتي ونزلتها بحيث تبقى ناعمة خالص ما فيهاش اي كتل. باي مصفى عندك بقى وصفيها، او حتى ان شاء الله تضربيها في الكبة هتنزل معاكي ناعمة وزي الفل. تحطي عليها ايه بقى؟ تعالي هاتي نجيب توم باودر وبصل باودر وملح، وحضري حاجتك جنبك وابتدي اشتغلي كده. خلاص انا صفيت البطاطس بتاعتي كلها من المصفى، وهبتدي انزل عليها بالمقادير بتاعتنا. الحياء اللي انت عايزاه طبعا، والملح اللي انت بتستطعميه. كمية الملح والحياء دي بتاعتك، توم باودر بصل باودر فلفل اسود ملح بالكميات اللي انت حباها. ما ترتبطيش باي كميات حد بيقدمها لك، انت ليكي ذوق في اكلك وغيرك ليه ذوق في اكله. المهم ان انت كمان ما تنسيش نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر عليها، علشان البطاطس دي اللي هي هنقليها في الاول وهتبقى مقرمشة وناشفة كده، وولادك اول حاجة هيخطفوها منك هي البطاطس دي قبل كمان البطاطس الصوابع. شكلها حلو قوي كده ومقرمشه وجميله. هنحط عليها ايه عشان تمسك بعضها؟ معلقتين من الدقيق، وكمان معلقتين من النشا. النشا اللي هو ميه زينه، او النشا الذره بتاعنا العادي. وهتقلبي وتشوفي العجينة بتاعتك بقت متماسكة معاكي. خلاص مش متماسكة هتحطي كمان معلقة من النشا، دي برضو على حسب انت ايدك شايفاها ايه. كده خلاص انا عملت العجينة بتاعتنا ولميتها، وهبتدي اقطعها علشان افردها. وزي ما انت شايفة كده هقطعها 3 اجزاء، عشان كل جزء يبقى في ايدك براحتك وانت بتقطعها. هتطلع كمية كبيرة قوي، يعني هتكفيكوا وتفيض منكم كمان. وكلهم على فكرة هم 3 بطاطسيات، يعني ممكن تقولي كده ايه، كيلو الا ربع بطاطس مثلا، او نص كيلو بطاطس. 3 بطاطسيات بالحجم اللي انت عايزاه، وعلى حسب عدد الافراد بتاعتكم بتاعت العيلة بتاعتكم. بس كده بنعملها رول زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين قطعيها قطع مربعة، وهاتي الشوكة بتاعتك ودوسي عليها كأنك بتعملي بسكوتة كده. دوسي عليها هتديكي شكل ال3 صوابع بتوع الشوكة او ال4 صوابع بتوع الشوكة في البطاطساية، وهتعلم عليها وانت بتقليها. مش هتروح العلامة بتاعتها، ويبقى شكلها حلو قوي كده. قطعناهم كلهم وزي ما انتوا شايفين كده بالشوكة بتاعتك. حطيها بس الاول في الدقيق جنبك او النشا، وبعدين انزلي وشكلي بيها البطاطس عشان ما تلزقش زي ما انت شايفة شوية كده. انا بعد كده حطيتها في النشا جنبي او الدقيق، ورحت مخلصة بيها الكمية كلها. وبعدين دخليها التلاجة نص ساعة مثلا، ربع ساعة زي ما انت عايزة. المهم انها تتحط في التلاجة شوية. بعد كده هنبتدي نعمل البطاطس التانية بتاعتنا. البطاطس التانية اللي هي هنعملها صوابع. جبت برضو بطاطسيتين او 3 بطاطسيات على حسب انت عايزة تعملي الكمية قد ايه. بس دي هنحط عليها بيضة، التانية ما حطيناش عليها بيض. دي بيضة فلفل اسود وتوم وبصل بودر، توم باودر وبصل باودر، والملح بتاعك زي ما انت عايزة الكمية بتاعتك. وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. وبرده علشان نربط البطاطس ببعضها هننزل بمعلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا لغاية ما تحسي انها اتلمت في ايدك. العجينة بتاعتنا
اتلمت في ايدك. وكمان هنا في زيادة ان احنا هنحط معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة السايحة علشان طبعا تديكي طعم حلو في الصوابع بتاعت الكفتة اللي احنا هنعملها. والحشوة بتاعتك اللي انت هتحشيها بقى هنا بننزل اهو معلقتين دقيق ومعلقتين نشا، ولو احتاجت برضو تحت ايدك انت بتبقي شايفة وحاسة هي عايزة منك تاني ولا لا. الحشوة اللي انت عايزاها هاتي 3 قطع لانشون فايضين برضو عندك، و3 4 حتت جبنة رومي وقطعهم على بعض، وشوية زيتون مخلي، ولخبطي الدنيا كلها على بعضها. ولو عندك شوية جبنة موتزاريلا مشغال زي الفل وحطيهم في بولة قدامك كده، وهاتي شوية زيت وابتدي تاخدي القطعة وتبلي بيها ايدك والبطاطساية وتحشيها وتكوريها، وتبتدي برضو تدخليهم التلاجة لمدة نص ساعة علشان تمسك معاكي وتبقى زي الفل. بس بعد ما تحطي عليها بعد ما تنزليها في البيض والبقسماط بتاعك هيرتاحوا الاتنين وتبتدي تقلي فيهم. انا خدت القطعه كده وحطيت عليها شويه زيت صغيره وعملتها زي المركبه زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت عليها بالحشوه. اي حشوه تحطيها، تحطي بقى جبنه موتزاريلا بس، تحطي لانشون وجبنه رومي زي ما انا حاطه، اللي انت عايزه تحطي لحمه مفرومه اللي موجود عندك اشتغلي بيه. بس في الاخر عايزه اقول لكم انها بتبقى طعمها حلو قوي، وبصراحه كفته لذيذه، وخصوصا ان انت عندك بواقي اكل، ولو ما عندكيش بواقي لحوم او فراخ شغاله وزي الفل وطعمها حلو قوي. هتجربيها ومش هتبطلي تعمليها. سهله جدا، والبطاطس متواجده عندنا، وحاجات بتمشي بقى، تعمليها غدا تعمليها عشاء براحتك خالص. كده خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا. هجيب بيضه وهحط عليها نص معلقه صغيره، هنا ربع معلقه وهنا ربع معلقه، على البقسماط وعلى البيض. والبصل البودر نص معلقه، هنحط ربع معلقه هنا وربع معلقه هنا، والبصل البودر والثوم البودر نفس والملح كل حاجه، يعني هي معلقه صغيره بناخد ربعها هنا وربعها هنا، وبنقلبهم على بعض بقى. بنقلب دول على البيض وبنقلب دول على البقسماط، وبننزل بالبطاطس بتاعتنا او بالصوابع البطاطس بتاعتنا على البيض وبعدين البقسماط، وبندخلها التلاجة ترتاح وتجمد مع بعضها شوية. وبعد كده نبتدي ننزل الزيت بتاعنا ونحمر، وبألف هنا وشفا. ويا رب تعجبكم عشان هي فعلا تستاهل ان انتوا تجربوها. اوعي تنسي بقى اللايك بتاعي وكومنت حلو كده يشجع، وحتى لو مش هتكتبي كومنت اللايك بتاعك مهم جدا بصراحة، يعني هيرفع اللايف ويبقى كتر خيرك. زي ما دايما اقول لكم يا جماعة اللايك بتاعكم مهم جدا، بيرفع الفيديو لحد تاني ممكن يستفيد بالوصفة بتاعتنا. انا متعودة ان اي حاجة بعملها انا ما بقيت مقلة جدا يعني في الحلقات بتاعتي على اليوتيوب، ولكن يعني عارفة ساعات كده الواحد بيجيله احباط بصراحة، ولكن رجعوا لنا النشاط من تاني باللايك بتاعكم والكومنت المحفز، وان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتكم. كده خلاص هتبقى كروكيت البطاطس او كور البطاطس معانا. طلعنا البطاطس من التلاجة وهنبتدي نقليها، ودي البطاطس اللي هي بتبقى زي المقرمشات كده، بتبقى جميلة قوي وناشفة من بره وطرية وبتقرمش معاكي وطعمها حلو قوي. ونصيحة مني ما تطلعيش البطاطس على مناديل ورق، لان لما بتنزليها على مناديل ورق بترجع تضطر منك تاني. لا، سيبيها على طبق وسيبيها تهدى شوية وتنشف، وابتدوا بالهنا والشفا كلوها. شايفة منظرها ذهبي وجميل ازاي؟ الف هنا وشفا. استاهل لايك صح؟ والله استاهل لايك. بالهنا والشفا على قلوبكم. ودلوقتي هننزل كمان بالبطاطس الصوابع بتاعتنا او الكروكيت بتاعتنا، وان شاء الله تظبط معاكم وتبقى زي الفل. ويا رب ما تنسوش تشجعوني. هسيبكم بقى مع انكم بتقلوا باقي البطاطس وتخلصوها، وما تطلعوش على مناديل. نصيحة مني اي حاجة بتحمروها ما تطلعوهاش على مناديل، لانها بترجع تبقى طرية من تاني، ونقول هي الحاجة بتضطر ليه المناديل بتطريها. والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.